في أعالي جبال الأوراس، حيث تلامس القمم الغيوم وتختبئ القرى بين الصخور كأنها أسرار قديمة. كانت هناك قرية تدعى تينزريت، قرية معزولة لا يصلها الضوء إلا متعباً، ولا يخرج منها الليل إلا غاضباً. منذ زمن بعيد سكنت القرية حكاية لم يجرؤ أحد على سردها بصوت مرتفع، حكاية لعروس تلمجن، المرأة التي تظهر في الليالي الباردة بثوب أبيض يشبه الكفن ووجه لا يشبه الوجوه. كان أهل تيمزريت يتهامسون: اللي ينظر في عينيها ما يبقى بشر، يصير ظل بلا روح. لكن كل الأساطير تبدأ بخوف، وهذه بدأت بعرس. كانت نوارة فتاة من القرية، جميلة كزهرة منسية بين الجبال، مخطوبة لزين الدين، شاب قوي لا يؤمن بالخرافات ولا يخشى سوى الله. قبل الزفاف ب3 ليال اختفت طفلة من القرية. آخر من رآها قال إنها كانت تحدق في امرأة بثوب أبيض قرب البئر. القرية ارتجفت، العجائز تحسبن، لكن زين الدين ضحك وقال بثقة: هذه مجرد قصص عجائز، ما تخوفش. لكن في تلك الليلة اكتشف أن بعض الضحكات نهايتها صراخ. بينما كان يعود عبر طريق اللوز رأى ثوباً أبيض يتحرك بين الأشجار. اقترب، ظنها نوارة، لكن حين وصلت خطواته المسافة الفاصلة شاهد الحقيقة التي لا يستطيع عقل بشر أن يتقبلها. امرأة طويلة جداً، قدماها لا تلامسان الأرض، شعرها الأسود ينحدر على وجه بلا ملامح سوى عينين سوداوين، سواد يشبه الهاوية. اقتربت منه وبصوت يشبه الريح المحتضرة همست: زين دين. ارتبك، تراجع، لكن الصوت تبعه، يزحف حوله، يدخل أذنيه كالسم: حط راسك، نتزوج الليلة. هرب زين الدين، هرب كأنه يهرب من الموت ذاته. منذ تلك الليلة تغير، لم يعد ينام، عيناه صارتا زائغتين كأنهما تبحثان عن مخرج من داخله. كلما نظرت إليه نوارة شعرت أن جزءاً منه لم يعد موجوداً. قال لها بصوت مرتعش: كل ليلة توقف عند النافذة وتبتسم وهي بلا فم. كانت اللعنة قد بدأت. العجائز اجتمعن في منتصف الليل. واحدة قالت: لقد نظرت إليه، النظرة اللي سرقت رجال قبل 100 عام. وأخرى أضافت: هذه ماشي عروس، هذه روح واحدة ماتت ليلة عرسها وبقات تقلب على عريس جديد كل شتاء. في ليلة مظلمة خرج زين الدين دون أن يتكلم، وكأنه مسحور. مشى نحو الجبل، نحو المكان الذي يسمونه حوش لليل، مكان لا يدخله إلا من فقد عقله أو روحه. تبعته نوارة، قلبها كان يطرق صدرها كطبول المعركة، إلى أن وصلت إلى الشجرة العتيقة، حيث روتس الأرض تخرج كالعرق، وحيث الريح لا تصدر صوتاً إلا حين تخاف. هناك كانت لعروس تلمجن تنتظره، ثوبها ملوث بالطين، يديها طويلتان بشكل غير إنساني، وعيناها تلمعان كحفرتين بلا نهاية. فتحت ذراعيها،
وقالت بصوت يقطع العظم: دخل روحك في روحي. اقترب زين الدين كأنه يسير نحو حتفه مبتسماً. صرخت نوارة: توقف، هذا ماشي بشر. التفتت العروس، وببطء بدأ وجهها يعيد تشكيل نفسه، ملامح تظهر ثم تتشقق حتى ظهر فم، ثم اتسع، ثم تمزق إلى ابتسامة سوداء تفوح منها رائحة الموت. وانطلق صراخ، لا أحد يعرف إن كان صراخ نوارة أو زين الدين أو شيء آخر، شيء لا اسم له. عند الفجر وجدوا زين الدين ممدداً تحت الشجرة، عيناه مفتوحتان لكن بلا بؤبؤ، كأن شيئاً شرب الضوء من داخله. أما نوارة لم يعثر عليها أحد. وفي الليالي الباردة يقسم سكان تيمزريت أنهم يرون بين الأشجار عروستين، إحداهما بثوب أبيض والأخرى بثوب أحمر، كلتاهما بلا وجوه، واقفتان ثابتتان تنظران نحو بيوت القرية كأنهما تبحثان عن العريس التالي.